اسمي تياما، من المكون السرياني المسيحي. نحن قاعدين على حدود تركيا. يوم الضرب كان كتير صعب، يعني كان أردوغان حابب، كان بعد ما نست المكون المسيحي السرياني المجزرة اللي عملوها قبل، مجزرة الأرمن والسرياني والآشوري، هلا بدهم يعيدوها من أجداده، بده يعيدها عن مرة تانية من جديد. بذكر إنه سمعت إنه كان مسكوا واحد مسيحي، عذبوه كتير، ويعني ونحن ما بنقبل هالشيء يصير يتكرر مرة تانية بالمجزرة، يعمل مجزرة تانية على المسيحية، ونحن رافضين كل هذا الرفض. يعني مستحيل انه حدا يعمل يعني بعد ما كان في صلحة وكل شيء، شو رجعوا للضرب والقتل والمجازر؟ ما بنعرف. ومسكوا الشاب، انا بذكر انه عذبوه، علقوه، صلبوه مثل السيد المسيح، كأنه في تار بينه وبين المسيحية. عذبوا، من ما مسك عم يعذبوه من المكون السرياني، الكردي، الآشوري، اليزيدي، شو ما قدام من ما مسكوا عم يعذبوه، ويعني كأنه وحش، ما يخلي قدامه شيء، مثل النار عم تكسح وتحرقها بهالدنيا. ونحن ما بنتمنى خالص يكون هيك، نحن رافضين رفض كامل هالشيء على المكونات تبعوتنا، مع انه سوريا يعني كانت كتير كويسه معاه، وكانت يعني مثل حظ، نحن مكونات كلنا محبين لبعض وبنحب بعض، من السرياني للآشوري لليزيدي للكردي للعربي، بس هو بده حابب يفرق بيناتنا، بس مستحيل هذا الشيء انه يتمكن منه. بس نحن لحد هلا ايد وحده ومتضامنين وبنحب بعضنا، وبدنا نكون ايد وحده منشان ما يفوت مره ثانيه يعمل مجزره ثانيه بهالمنطقه. حابب هو كمان يرجع على ايام اجداده، كان قتل الارمل وعمل مجازر كثيره وعذبهم وشردهم، منهم على العراق، منهم على سوريا، وصار يعمل مجزره من اجداده، يعني جده قبل، وهلا هو بده يعيد المجازر مره ثانيه من جديد. مزبوط هذا الحكي، انه حابب هو يكون كل العالم اسلام متطرفي، ما نو حابب، لا هو بيعرف شو هو الدين الاسلامي، ولا بيعرفوا شو هو الدين المسيحي، ولا بيعرف، حابب بس المهم يسبح الدنيا الدم، مو حابب هو يكون حدا يكون احسن منه بالمنى. يعني لا المسيحي كلياتهم عم يمسكون، عم يقول لهم غصب عنهم بده يرجعون اسلام غصب عنهم، بس المسيحي والكردي والعلوي والكل ما حدا رح يقبل هذا الشيء، كل واحد متمسك بدينه وبمكونه. كان على اساس 5 كيلومتر بده منطقه امنه، صار طمع بده ياخذ 30، بعد 30 صار 50 كيلومتر، بس هذا الشيء مستحيل يعني يجددها ياخذها. هذا حلم بعينه، على اساس 5 كيلومتر صار 30 كيلومتر. ما بنحب نحن شبر واحد يروح من اراضينا، ونحن كمان يعني ما متمسكين باراضينا وبديننا وببيوتنا، ولاخر قطره بدمنا بدنا ندافع عن هالوطن وعن هالمنطقه لاخر قطره بدمنا. بذكر نحن كمان كنا قاعدين بأمان الله عند العصريات هون، ما شفنا إلا الرصاصات عم بتطير فوق رؤوسنا. نحن هون منطقة آمنة كانت وببيوتنا، وصار الضرب ضرب مو طبيعي، رش والرصاصات تنزل فوق رؤوسنا. ضربوا هون المدرسة، وضربوا عنا بالبيت هون، هدوا يعني التنور. كيف طلعنا من بيوتنا ما بنعرف كيف طلعنا، بسرعة هيك، حتى كنا قاعدين ما بنعرف شو صار. ضرب، كان في عساكر هون كمان يا حرام، أبي يعرفوا شو صار. ضربوا ضرب من دون لا إحم ولا دستور، ولا قالوا إنه بدنا نضرب ولا لا، هيك إجا الضرب على غفلة.
كأنه كان بده هو يعمل، يعني عم بيخوف العالم، عم يقول لهم يلا قوموا اطلعوا من بيوتكم نحن جايينكم.